دي الكيا سبورتج 2024. عارف لما تخش الصيدليه للدكتور وتقول له انا عندي دور برد، فيديك مجموعه البرد اللي هي بتبقى مضاد حيوي وحاجات كده. كل ما تقول لواحد انا معايا 800,000 عايز اجيب عربيه، فيقول لك زود مليون. وادي الكيا سبورتج معشوقه الملايين. الكيا سبورتج 2024. طبعا انا مش هقول حاجات كتيره لان هي معروف عنها، بس هقول الحاجات الطبيعيه. هي مثلا بتتصارع من 0 ل 100 في اراوند 8.5 ثانيه، موتور 1600 تربو، 180 حصان، 265 نيوتن متر. هوريكم الحاجات المختلفة فيها ممكن اللي احنا ممكن نبقى عايزين نعرفها. نقل الحركة، دول كلاتش الدراي 7 سرعات. هوريكم بتسوق ازاي. يلا بينا. مبدئيا الشكل كده كده نسبي، بس يعني عاجبني شكل ال LED لايتس دول. هوريكم برضو هم بينوروا. الجنوط 200 215 65 جنوط 17. جربتها في السواقه، هي ناشفه شويه على السرعات بس مريحه. زي ما قلت لكم الشكل نسبي. هوريكم برضو الشكل يعني من ورا. عاجبني اكتر شويه من قدام، وان كان انا بحب شكل التوسان اكتر. هما الاثنين نفس قاعده العجلات زي ما انتم عارفين، واجهين عمله واحده الاختين. كل ما تعوز ترشح حاجه هيبقى توسان يا سبورتاج. فيها حاجه مختلفه على فكره هنا، الوايبرز بتاعتها من تحت اللي هي مساحات. الكاميرا، وفي كاميرا هنا. استنى هوريك شكل فيها. في كاميرا فين مش عارف هم خافينها فين، بس هي موجوده هنا. ديت مشكله شويه. وانا نفسي سايق لما بشوف حد سايق العربيه دي ما ببقاش عارف ان هو هيحود، بيبقى خلاص دخل وانا مش عارف يعني. دي مشكله شويه. الشنطه بتاعتها كبيره يعني، تقريبا كنت قارئ ان هي 591 لتر. فيها رف دوت يعني، لا زي ما انتم شايفين هي اخده كل حاجه يعني. خلينا نشوف المساحات من جوه. طيب بالنسبه للمساحات يعني، ده ايباد. انا عامل الكرسي ده على وضعيتي انا. لا مساحه كويسه جدا. مساحه من هنا كويسه جدا. انا طولي 178. في نفق هنا في النص، فهيبقى شويه رخم للي قاعد هنا في النص. في ديت تحس ان هي ايه، لو حد بيجري تقول له لا. كده يعني. ايه تاني؟ مسند، كراسي. الخامات كويسه. في شماعه هنا، في مخرج تايب سي، تكييف، مخرج تايب سي. مخرج تايب سي كويسه يعني. لا دوت راجع شويه ورا، وان كان يعني في الغالب عربيه عائليه كده كده. ما عنديش حاجات كتير اقولها. دي جميله يعني. فتحه السقف دي انا هطلع منها دلوقتي. يعني اوكر برضو سوفت كلوز الاوكر دي. بصوا يا جماعه التركه دي، لو هو مقفول اول مره مش بيفتح، تاني مره مش بيفتح، فلازم تعمله 3 مرات تقريبا عشان يفتح. فلو طفل مش هيعرف يفتح. نظره عامه كده في الماتيريالز، لا جلد فوق. تحت هتلاقي بلاستيك شويه بيخرفش. الصوت يكون باين اهو. بس صوت اسمعوا. بحب صوت بصراحه الاشاره بتاعهم جميل. صوت البدل شيفترز. المفروض ان معمول لها افتر ماركت. الجلد دوت معمول افتر ماركت. الدور واسع. تعالوا بقى نوريكم فتحة السقف. بانورامية خطيرة. يعني باي. نقفل تاني. نرجع لكم. سريعة على فكرة. ده صوتها. بص بقى، ده جلد تحت. في هنا حتة بتخرفش. ديت. ده كنترولز. ده ديسبلاي. تكييف شغال. الحته دي تريكي شويه، بتجيب لك التكييف. لو انت نقلتها تجيب لك الموبايل والحاجات بقى اللي بتتحكم في المنيو والكده. ماشي. فاحنا نرجع تاني للتكييف. تكييف دويل زونز، بيشتغل الاثنين. الحته دي بقى بصراحه يعني، خلينا اوريها لكم. ممكن تجيب على دي كده هتمشي. وكمان فيها اوتو هولد، فده زرار الاوتو هولد. اول ما تدوس على شويه بنزين تتحرك معاك عادي. بعد كده تقف تاني اوتو هولد. عايزين نوريكم ايه كمان. الار كاميرا كويسه جدا بتتحرك. بص فيها كمان فيو من الجنب الشمال، عشان لو انت راكن حد جنب
جنبك على الشمال. سنسور طبعا حد جاي اهو، يعني الديفينيشن بتاعها كويس، مش وحش ومش حلو. ستارت ستوب، هيل ديسنت كنترول، اوتو هولد، ده وانت واقف على الان المفروض لو دوست عليه بيجيب لك الكاميرا عادي، يعني تقدر تظبط الكونتر بتاعها. زي ما قلت لكم انا بحب بصراحه اسمعكم صوت جميله. الدرايف مودز بتتغير، ده الدرايف مود مثلا اهو، نورمال، ايكو، سبورت، سمارت. هوريلكم برضو وهي على السبورت وهي بتسوقها. عادي جدا عادي. تقريبا دي كل حاجه جوه ممكن انت تحتاج تكون عايز تشوفها. دي نظره على تاتش، لا تاتش المفروض بقفل وافتح. دي زي ما وريتكم تفتح البانوراميك سنروف. خطير. لا استنى يا عم، احنا فاتحين التكييف. تقفلها. دي نظرة عامة فيها اوتو ديمنج على فكرة. عايز اوريكم حاجة حلوة، يعني انا لو انا جايبها على الان وفتحت الباب تقوم هي لوحدها جاية على البي. طبعا ديت الكترونيك باركينج بريكس، فرامل يد، تحكم في النور، علو والوطي بتاعه. هنا طبعا حاجات النور وكده، دي كل حاجة تقريبا. فيها وايرلس تشارجر هنا، فيها ده المفتاح بتاعها برضو، في شغلها حلوة ديت عشان الحر. 9 لتر لكل 100 كيلو متر، وده 7.9 فكويس. لا ده انا جبت شغلت اف ام. اقفه ازاي ده؟ اسكت يا عم، اقفه ازاي؟ الحقونا يا جماعة. الحقونا. بس عشان حتة الفلح اللي انا كنت عملتها من شوية يا جماعة، الراديو جبنا صاحبة العربية، يعني طلع فيه زرار الراديو هو بس مش باين، يعني من البيانو بلاك اللي هنا دوت، يعني بجد بيخلي البصمات يعني تظهر كل ما تدوس. فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي كمان. خطيرة. بس وريسبونسيف كمان. جوجل مابس سريع. لا كويس والله. ماشي. دي برضو بصة كده على ما تغير الدرايف مودز، ايكو، نورمال، سبورت، سمارت، بيتكيف على اللي انت تعمله. بيغير برضو النور لو انت جبتها على دي، ريك بارك انجيجد لو انت شغلت يعني دي نظرة عامة كده. الزمار حلوة. الحتة دي ميزة عشان البلايند سبوت تبقى شايف اللي جاي. مرايات، ده تاير بريشر مونيتورنج. هنجرب دوسة بقى. احنا كده عربية على الدي على الاوتو هولد، مجرد ما تدوس بنزين تمشي. هنحطها معاكم على السبورت، ده قلبت احمر، رفعت بقى فيها سرعة بصراحة، يعني تقدر تبدل شيفت. يعني انت كده بتبدأ تسمع الصوت طبعا بتاع الهواء على السرعات 140 وكده، بس طبيعي يعني تقدر. بص انا جربت اسقط نقلة اهو، سقطت كمان واحدة، تقدر كده واحدة. فرامل بقى، فرامل كويسة طبعا. فيها كذا مود. سمارت دوت بيشوف انت سايق ازاي بقى ويتكيف على اساسه، يعني طبعا على السرعات اللي هي مش قوي بتحس بالوزن طبعا لو انت مش هتعمل حاجة مفاجأة بيها يعني. بس ستيل كويس يعني. بص لو عايز تسقط برضو تشيفت، دقيقة تالت كده تنقل تاني. جرب انا بقى النفل.
برضو المريحة والخفيفة برضو في الستيرنج بتاعها مريحة. العربية هي ناشفة شوية عشان على السرعات تبقى مش بتتميل، بس كده كده عربية يعني مش بتاعة جري بصراحة، هي عربية فاميلي كار أكتر أو سمارت. ده ذكي وعاجبني، بس شوف استجابة لا والله سريع في الاستجابة. دي تجربة كده. زمارة تاني، زمارة تالت، زمارة رابع. بس دي كانت تجربة كده للسواقة. ايه رأيي في العربية؟ بصراحة يعني زي ما قلت لكم، انت لو سألت اي واحد معدي في الشارع تشتري ايه هيقول لك سبورتاج او توسان. يعني هي سعر العربية برضو دلوقتي بيتراوح من 1,800,000 وكسر 2 مليون طبعا، ده على حسب الحالة وعلى حسب كتير. انما موديل السنة يعني من 1,800,000 وطالع برضو نفس الحوار. فرأيي فيها هي عربية عائلية بحتة، ما ينفعش طبعا تعمل بيها مانوفرز او يمين وشمال وغرز بقى ولو انت شاب. لا طبعا لو انتوا عيلة، من ناحية الراحة مريحة، من ناحية يعني الدلع والخامات مش احسن حاجه طبعا، ممكن تلاقي حاجات احسن خامات في الصيني بالذات طبعا في السعر دوت. بس لا، في حاجات كتير عجبتني فيها في التكنولوجيا، في حته الشاشات الدبل دولا، الكرسي البانوراميك، الحاجات التاتش ديت. اوفر اول لو انتوا عيله وعايزين حاجه اعتماديه، حاجه تتباع بسرعه، حاجه لو انت فاهم هي كنز ثروه محطوط عندك، لا هات الكيا سبورتاج. جميل. عجبتني. او انا بحب العربيات عموما، فكنت متحمس لان ده يعتبر اول ريفيو اعمله. فشكرا لدكتوره مروه صاحبه العربيه اللي خلتنا نعمل الريفيو الجميل دوت، ونشوفكم في ريفيو تاني ان شاء الله.